5 في 5 5 أسئلة وهيكون فيهم 5 إجابات مع ضيوفنا. تعالوا نشوف ضيفنا النهاردة جاوب على ال5 أسئلة وقال إيه. طبعا لو هنقول احنا محتاجين ايه، لا احنا محتاجين حاجات كتير جدا. طبعا محتاجين طبعا ان احنا نشوف اما واحد مدرب على مستوى عالي جدا يمسك الدرجه الاولى اولاد، علشان يبقى عندهم طموح ان هم يحققوا ترتيب كويس في الاولمبياد القادمه. محتاجين نشوف رعاه وسبونسرز عشان يدعموا الاتحاد برضه، عشان اكيد المدربين اللي هي المستوى العالي دي هتبقى تكلفتها عاليه جدا. مش بيبقى هو بس اللي بيجي، ده بيجي معاه بقى بتاع واحد بتاع VIS، بيجي معاه واحد بتاع فتنس، محتاج معسكرات بمواصفات معينه. نمره 2 طبعا لازم تكون المسابقات عندنا على مستوى عالي، لازم مسابقات تبقى فيها منافسه قويه، ما تبقاش بين نادي او 2 أو 3. لازم يبقى في احلال وتجديد، لازم يكون في قطاع الناشئين في شغل كتير. قصدي يعني في الاخر ان هو لازم شغل كتير لازم يتعمل علشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. بصفتي طبعا كنت رئيس الاتحاد الدولي السابقه، احنا ابتدينا اوريدي من الاولمبياد اللي فاتت نعمل احلال وتجديد للمنتخبات. ابتدينا يبقى في بالنسبه لعنصر الشباب اللي داخل في المنتخب النسبه الاقوى او الاكثر، بقت نسبه حوالي 60-70% من الكيان الاجمالي للاتحاد. ان شاء الله على الاولمبياد 28 يكون الاحلال تم بالكامل في اللاعبين المنضمين للمنتخب. أكيد طبعًا البطولات الأفريقية فيها منافسة قوية، لأنها بتبقى عملية مش المنافسة كلعب بس، اللي بتبقى منافسة نفسية أكتر، إن بيبقى لازم يبقى عندك target إن أنت لازم تكسب البطولة. في فرق إن أنت بتبقى رايح تكسب البطولة دي عشان تبقى الرانكينج بتاعك أعلى، عشان تخش أولمبياد، عشان تخش بطولة عالم، أو بتلعب بطولة أنت الهدف منها إن أنت تحقق أحسن نتيجة ممكنة. احنا كصفاتنا بطل افريقيا الموسم اللي فات، طبعا عايزين نبقى بطل افريقيا بصفه منتظمه. المستوى الافريقي بيتقدم او ما بيتقدمش، لكن مش هو ده اللي هيخلي الفرقه مصر سواء كانت ولاد او بنات او قطاع في الناشئين او الناشئات ان هم يوصلوا للعالميه. لا، لازم نخرج بره افريقيا ان شاء الله بعد ما نبقى كاسبين البطولات كلها، ان احنا نخرج نحتك بالدوري العالمي في اوروبا، في امريكا، في اسيا، ايا كان الاحتكاك يعني، عشان نرفع بمستوى اللاعبين. قوة المنافسة الأفريقية يعني زي ما قلت تاني قبل كده برضه، إنها منافسة نفسية أكتر من كرة طايرة، لأنها بتبقى زي ما قلت إحنا بنبقى رايحين عايزين كأبطال أفريقيا، عايزين نفضل إحنا أبطال أفريقيا، عايزين نحقق إن إحنا نبقى بطل أفريقيا، لا نرضى بالمركز الثاني أو الثالث فيها. رغم إن دلوقتي بقى في الرجال بياخدوا الأول والثاني والثالث، والبنات بياخدوا الأول والثاني والثالث، بس برضه إحنا كمصر إحنا متزعمين أفريقيا بقالنا سنين، فلازم نفضل محافظين على دي. اكيد طبعا في المسابقات انا اتكلمت فيها في اول نقطه، كل مدى كل سنه احنا بنطور في المسابقات بما يخدم اللعب. طبعا انا عندي افكار كتير جدا ان شاء الله ربنا يسهل ونحاول نحققها. طبعا المنافسه المحليه غير كافيه، احنا بنحاول ان احنا المنافسه تبقى اقوى من كده شويه، لان طبعا المنافسه بتنحصر يمكن في قطاع الناشئين والناشئات بتختلف شويه، بيبقى فيه المنافسه ما بين 4 أو 5 فرق، لكن بنوصل في الاخر ان احنا المنافسه بتبقى بين ناديين او 3 بالكتير. احنا عايزين زي ما في منافسات 5-6 فرق على الاقل في الناشئين تفضل مكمله لغايه لما نوصل للدرجه الاولى رجال وسيدات، انها تفضل برضه المنافسه بين 5-6 انديه، ودي ده النجاح الفعلي للمسابقات. الحرائق اللي بتحصل في لوس انجلوس في الجناين دي تقريبا بتحصل كل سنه، يعني دي مش حاجه جديده يعني، دي اشتعال ذاتي للحدائق هناك وكده، وده مش حاجه استثنائيه يعني كل سنه سنتين بتحصل الحاجات دي عندهم، فهم بالنسبه لهم الحاجات دي عادي يعني، مش حاجه جديده يعني. ان شاء الله خير، ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه ان شاء الله. المجموعه اللي موجوده كلها مجموعه محترمه، وكلهم عندهم طموح ان هم يحققوا حاجه كويسه في خلال ال4 سنين الجايين دول. والاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ان شاء الله ربنا هيكرم ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه لمصر وللكره الطايره.